ورجعت لكم بالحصري وحلقة جديدة من مسلسل جعفر العمدة والحلقة ال21. كلنا عارفين ان الحلقة انتهت على ان بلال شامة اتصل بالتليفون وكلم دلال وقال لها اهلا باللي ضيعت عمري وخلتني اخطف ابن جعفر العمدة وخلتني اعيش مطارد العمر كله. قالت له انت عايز مني ايه؟ انت عملت لي خدمة زمان وانا اديتك تمنها وقبضت تمنها وخلاص، انك تعيش مطارد ده مش مسؤوليتي. قال لها طب تعالى اقول لك بقى على ابن جعفر العمدة اللي انت اديتيهوني زمان من 19 سنة انا كنت فاكره مات. قالت له امال حصل ايه؟ قال لها لا ده هو عايش وحاجة انه يرزق وبقى شاب قد الدنيا. قالت له انت اتجننت، انت عايز تضحك عليا علشان تاخد مني فلوس صح يا بلال؟ قال لها لا انا ما بكدبش عليكي، ابن جعفر عايش فعلا وموجود. قالت له تعالى نتقابل مع بعض علشان افهم منك الموضوع ده حصل ازاي. وهي طلعت فعلا دلال زي ما قلت لكم قبل كده ان دلال ما بتخلفش، وقالت انها حامل علشان تضحك على جعفر، وقالت ان هي سقطت وناس جم عليها وسقطوها وقت ما برضو ابن سوريا اتخطف علشان يتلهي جعفر في ابن سوريا وما يدورش اذا كان سقطها حقيقي ولا لا، علشان هي ابتدت تكره جعفر لانه اتجوز سوريا قبلها وكمان موت لها اخوها، وعلشان كمان تحرمه من الخلفه لان هي كده كده ما بتخلفش. ومين اللي ساعدها في ده كله؟ ومين دلها على بلال شامه؟ اللي دلها على بلال شامه نعيم ابن خال جعفر، لان هو فعلا بيكرهه وبيغير منه من صغره وبيحقد عليه، وهو كمان اللي ضرب عايده من ورا بالحديد على دماغها ولف طرحه على الحديده اللي ضرب بيها عايده علشان الشبهه تيجي على اي ست ما تجيش ناحيه اي راجل في البيت. وفعلا ان هو ده اللي حصل، وهو اول واحد برضو جري على عايده لما اتضربت بعد ما نزل جعفر مباشره عشان يثبت لجعفر ان هو كان في شقته ولسه يا عيني نازل، وهو اول واحد مسك الحديده وحط عليها بصماته علشان لو ماتت عايده وجت طب الشرعي يشوف بصمات مين، فهو كده كده مسك البصمات قدامهم كلهم مش من وراهم. وكل ده كان باتفاق مع دلال، هما الاتنين اتفقوا علشان يحرموا جعفر من الخلفة والميراث كله يروح لصباح مرات نعيم. ودلال في المشهد ده هتروح تقابل بلال شامة علشان تعرف منه ابن جعفر فين ومكانه فين، وفعلا هيقابلها وتقول له احنا كمان عايزين نخلص منه لو كان ده حقيقي، بس انت تثبت لي وتوريهوني وتخليني اشوفه واقابله علشان اتاكد اذا كان هو ابن جعفر ولا لا. هيقول لها انت مش بني ادمه طبيعيه، انت حيه براس بني ادمه، لكن انا هقول لك على مكانه بس اوعي تاذيه ولا تيجي ناحيته. ده امه اللي كانت مش امه واللي ربته ما رضتش تفرط فيه وقالت له انه مات عشان تاخده وتربيه. انت قلبك ايه حجر ما بتحسيش ولا عايزه تدخلينا في مشاكل تانية. وفعلا بلال قال لها على مكانه علشان تروح تشوفه. وفي نفس اللحظة بلال بيفكر وخايف جدا من جعفر العمدة لا دلال تأذي سيف وهي الفرخة اللي هتبيض له بيضة دهب. وفعلا دلال راحت بس اتفاجئت ان اللي فتح لها الباب سيف، وسيف طبعا يعرفها وتعرفه لان هي شافته كذا مرة مع جعفر. هيقول لها مش حضرتك مرات المعلم جعفر؟ تقول له اه انا مرات المعلم جعفر. هيقول لها تأمريني بحاجة؟ قالت له لا ده انا بس جاية اتأكد ان جعفر مصاحبك انت مش مصاحب حد تاني وبيجي لك انت ولا البيت ده فيه ست تانية متجوزها جعفر. وجعفر بيطلع من السجن وامه بتبقى فرحانه جدا وتزغرته وتاخده في حضنها وتبقى مبسوطه جدا، وعايده كمان بتبقى مبسوطه جدا جدا، وسوريا وكمان نرجس بتقول له انا كنت هموت في غيابك يا جعفر، ما اعرفش من غيرك انا كنت هعمل ايه. وعايده بتقول له ربنا يخليك لنا يا جعفر، انت ما تستاهلش غير كل خير. وسوريا بتقول له البيت كان مظلم من غيرك واحنا كنا هنموت كلنا يا جعفر وما نسواش حاجه من غيرك. نرجس بتعيط وبتقول له يا جعفر انا كنت خايفه عليك جدا جدا وكنت خايفه تجرى لك حاجه، لو جرت لك حاجه كنت انا هموت قبلك. وطلعت من الاوضه دلال بتسلم عليه عادي وملهوفة عليه وبتعيط عليه، بتمثل الدور صح ولا كأنها عاملة مصيبة ولا كأنها عملت حاجة. في المشهد ده هنلاقي جعفر العمدة راح يقابل شوقي وبيكلمه عادي جدا، بيقول له اديني خرجت يا شوقي وكنت انت فاكر ان انا مش هخرج؟ لا انا خرجت وعايزة اتكلم معاك في موضوع اللي انت كلمتني فيه، انك انت تعرف مين اللي تعرف خطف ابني وتعرف مكانه وان انت الوحيد في الدنيا اللي خطفته. لما تعرف صفصف ان ابنها كلمه كده عادي من غير ما يضربه ولا يسحله في الشارع هتقول له هو ده اللي انا كنت فاكراك هتعمله، انت خذلتني يا جعفر، انت ما ردتش اعتبارنا ولا عملت لنا قيمه. قال لها يا امي انا عارف انا بخطط لايه واصبري عليا لا هاخد لك حقك وحق البيت كله، حقي تالت ومتلت، بس هو يعرف مكان ابني وهو الوحيد اللي يعرف مكان ابني، فانا لازم اضحك عليه واجيبه على حجري لحد ما اعرف مكانه فين. هنا بلال شامة بيفكر بيقول لو موتت دلال سيف انا كده
انا كده اتحكم عليا بالموت زي سيف بالظبط من جعفر العمده، فانا لازم اشوف صرفه ما اخليش دلال تتعرض لسيف، لان انا ابتديت اخاف عليه. وفعلا هو ده اللي هيحصل في الحلقات اللي جايه، ان بلال شامه هيتواصل مع جعفر العمده علشان يقول له انه ابنك سيف، لانه لو مات سيف هتبقى مصيبه على دماغ بلال شامه. وبلال شامه كان مرعوب جدا من فكره ان دلال ممكن تموته، وخصوصا انه عارف ان دلال قلبها ميت وما بيهمهاش حاجه، وكانت عايزه تموته زمان وهو طفل صغير لا ليه حول ولا قوه، فما بالك دلوقتي وهو كبير. دلال بتفكر تشوف حل للموضوع ده، فهتلجأ لنعيم تاني زي ما لجأت له زمان، بتقول له ان بلال شامه الولد والولد عايش ما ماتش، لازم نشوف صرفه يا نعيم علشان نخلص من الموضوع ده، بدل ما الدفاتر القديمه تتفتح وتيجي على دماغك ودماغي، وانا مش هسكت وهقول ان انت اللي ساعدتني. وطبعا نعيم هيفكر ويجيب سيف ويتكلم معاه ويقول له انا حبيبك وانا اخوك وانا صاحبك وكلنا بنحبك ولازم تثق فيا وتبقى معايا. وفعلا ده اللي هيحصل. وفي مشهد تاني نجوى خالة سيف بتعيط وضميرها بيأنبها وما بتنامش تقريبا، بتقول لجوزها انا ما بنامش من كتر التفكير ان لازم اقول لسيف مين ابوه، بيقول لها ويشخط فيها ما تدخلناش في مشاكل تاني وخليكي بعيد احسن لك يا نجوى. وفي المشهد ده هنلاقي ام شوقي عرفت ان جعفر خرج من السجن، هتموت من الرعب وتقعد تعيط وتكلم جوزها وتقول له انا خايفه على الولاد لا يموتهم جعفر زي ما موت لنا يوسف. قال لها ما انا قلت لك الكلام ده وقلت لك ان جعفر نابه ازرق ومش هيسكت. بتقول له انت بتخوفني زياده. قال لها ما انا قلت الكلام ده وانت ما سمعتيش كلامي. قالت ربنا يستر انا خايفه على اولادي من انتقام جعفر. ودي كانت احدث توقعاتنا للحلقه 21 وشكرا ليكم.